مشتهية أكلة هنة، وقالوا لي هذا المطعم عراق واحد مثل مطاعم بغداد، وجيت أجربه اليوم. وهاي دخلنا المطعم، وهاي آثارنا الحلوة هنا. مرحبا، شنو رأيك بالمطعم ديكوراته؟ يخبل مطعم ممتاز، ناس ممتازين، خدمه ممتازه، اكل طيب، لحم خبل. تعالوا شيخوا الحين تاكل جلال. شكرا. شوف المكان حلو ومريح ومثل بيت العراقيين صاير. وهنا باعوا هذا القص العراقي. شوف اللي طبعا القص العراقي يختلف عن الدونر، وشون يسقي الصمونة بالليه، ولا قاسم ابو القص. الطيب كباب. وهاي الصالة الفوق صالة العوائل، لحقت أصورها قبل لا تصير ازدحام، أنا طبعا جاية من وقت. وعندهم تبريد يعني ما تموتون من الحر. شوفوا هاي البالكون، أحلى قاعدة على الشارع. واجتي وجبتنا، وشوفوا طريقة التقديم والدخان، تحسون دلال دلال، مو أكل، لوحة فنية. صينية المشاوي لوحة فنية، والقاس والمقبلات الحلوة والسلطات روعة. والتقينا بالشيف سيف السويدي، وحابة أسأله شنو أكثر شيء يميز أكلكم؟ الأطباق اللي يتميز فيها إنه أطباق عراقية بحتة، شرقي عراقي، يعني طبق مطعمنا بس أكل عراقي حصري طبقنا. هاي شغلة ثانية قاعد ننقل التجربة مالتي اللي عشتها في السويد والثقافة السويدية للناس. وهذا المنيو مالتهم أكلات العراقية. شوفوا أسعارهم مناسبة وشكل أطباقهم حلوة، عندهم فطور وعندهم غدا وعندهم عشاء. منيو متنوع، كل شي بيه، من الطبخ للمشاوي للنواشف للمشاريب للحلويات، كل شي وكلاشي عندهم. والأكل كان جدا طيب. وما ننسى العشق، الخبز العراقي. شوف الشكو، الصمونة العراقية ويا القص العراقي. فتفت عراقي أصيل كله ليه. مدام سوسن اعطينا رأيك. فرعاتي صحتين وهنا، نورتينا، أهلا وسهلا فيكي. الصراحة كأنما أني بكركوك بأربيل دا آكل كباب، أو بغداد بأحسن المطاعم. الطعم يجنن. خلينا نشوف القص. طبعا القص أنا ذقته بهواي مطاعم عراقية بألمانيا، بس ما له علاقة بالقص العراقي. أأمل أن يكون هذا نفس طعم القص العراقي إن شاء الله. روعة. يعني هيك فينا نقول مطعم العراق واحد نقل لك أجواء بغداد والعراق لهون. اي فعلا، دا احس نفسي كانما اني ببغداد قاعده بمطعم عراقي ببغداد. شكرا لهم، رجعونا لهالاجواء الحلوه. أهلا وسهلا فيكي. واحنا العراقيين ورا الاكل لازم شنو؟ الشاي العراقي المهيل. وهذا الشاي لازم يكون بالاستكان ويا هذا الصحن الحلو. ومن يمي اقول لصاحب المطعم وللشيف يق ان شاء الله، وان شاء الله يكون هذا المطعم بيت كل العراقيين. كنت من نوننبيرغ او قريب عليها، انصحكم تجربون هذا المطعم. وهسه راح اخلي لكم العنوان ورقم التليفون. وباي.